أهلا بيكم. النهاردة هنلخص مع بعض أهم الحلول والأفكار العملية من كتاب نانسي كوليير مش قادر أبطل تفكير. الكتاب ده يعتبر دليل ممتاز عشان نعرف نهدي عقلنا اللي دايما شغال ونوصل لحالة سلام وهدوء أكبر. ياما كلنا بنحس إننا غرقانين جوه أفكارنا، صح؟ كأن العقل شغال في حلقة مفرغة، بيلف ويدور ومش لاقي مخرج. الشعور ده منتشر جدا، وهو ده بالظبط اللي الكتاب بيتكلم عنه. طيب، خلينا نبدأ بأول خطوة. عشان نعرف نكسر أي عادة لازم الأول نفهم هي بتشتغل إزاي. فالخطوة الأولى عشان نتحرر من التفكير الزايد هي إننا نفهم طبيعة الدايرة اللي بنلاقي نفسنا محبوسين جواها. النقطة المهمة قوي هنا إن المشكلة مش في كترة الأفكار. العقل البشري طبيعته إنه يفكر. المشكلة الحقيقية هي إننا بنمسك في الأفكار دي ونفضل نحلل فيها زيادة عن اللزوم، وده اللي بيولد القلق. يبقى الهدف مش إننا نوقف تفكير لأن ده مستحيل. الهدف هو إننا نغير علاقتنا وطريقة تعاملنا مع أفكارنا دي. دايرة القلق دي بتبدأ إزاي؟ أول حاجة بتيجي فكرة محفزة، على طول العقل والجسم بيرد عليها بالقلق. كرد فعل للقلق ده بنحاول نسيطر على الفكرة ونحللها، وده اللي بنسميه الإجبار العقلي. والمفارقة بقى إن محاولة السيطرة دي هي اللي بتزود القلق أكتر. فنرجع تاني لنقطة البداية في نفس الدايرة المقفولة. ودلوقتي نيجي للجزء العملي، جزء الأدوات والحلول. بعد ما فهمنا المشكلة، إزاي نتعامل معاها بشكل فوري؟ الكتاب بيقدم لنا مجموعة تمارين بسيطة وفعالة جداً بتساعدنا نهدي عقلنا وقت اللزوم. أول تقنية معانا هي الجراوندينج أو التجدير. فكرتها تبان بسيطة بس مفعولها قوي جدا. بدل ما نفضل غرقانين في دوامة الأفكار اللي جوا دماغنا، التمرين ده بيرجع تركيزنا ووعينا للحظة اللي إحنا فيها وللعالم المادي الملموس اللي حوالينا. التمرين ده معروف باسم 5-4-3-2-1، وهو من أقوى تقنيات التجدير. لما أي حد يحس إن الأفكار بتجري في دماغه، يقف لحظة ويركز على حواسه. نبدأ بملاحظة 5 حاجات شايفينها حوالينا. بعدها ننتقل ل4 حاجات ممكن نحسها، زي ملمس الهدوم أو إحساس رجلينا على الأرض. بعد كده نسمع 3 أصوات مختلفة. بعدها نحاول نميز ريحتين. وفي الآخر نركز على حاجة واحدة ممكن ندوق طعمها. التمرين ده بيجبر العقل يسيب الأفكار ويرجع للواقع الحسي الملموس. الأداة التانية هي التنفس الواعي. التنفس ده يعتبر أقوى وأسهل أداة في إيدينا كلنا، ومتاحة طول الوقت عشان ننظم جهازنا العصبي. لما بنقلق نفسنا بيبقى سريع وسطحي، بس لما بنتحكم بوعي في رتم التنفس إحنا بنبعت إشارة قوية لعقلنا وجسمنا إن كله تمام والدنيا بخير. تقنية التنفس الصندوقي أو البوكس بريذنج بسيطة جدا ومفعولها ساحر. نتخيل مع بعض مربع، مع كل ضلع من أضلاعه هنعمل خطوة. أولاً ناخد شهيق ببطء من الأنف وإحنا بنعد لحد 4. بعدين نحبس النفس ونعد لحد 4. الخطوة الثالثة نطلع الزفير ببطء من الفم وإحنا بنعد لحد 4. وأخيراً نقف خالص من غير نفس ونعد لحد 4 قبل ما ناخد الشهيق اللي بعده. كرروا التمرين ده كذا مرة وهتحسوا بفرق فوري في هدوء الأعصاب. تمام، بعد ما هدينا جسمنا شوية بالتمارين اللي فاتت دي، نقدر بقى نتعامل مع الأفكار نفسها وش الوش، وده بيتم عن طريق تقنية قوية جدا اسمها إعادة صياغة الأفكار. مهم قوي نستوعب إن الفكرة اللي بتنط في دماغنا فجأة دي مش بالضرورة تكون هي الحقيقة. الأفضل نبصلها على إنها مجرد مسودة أولى. والخبر الحلو إننا نقدر نراجع المسودة دي ونعدلها لصيغة تانية تكون واقعية أكتر وإيجابية أكتر. بصوا على الأمثلة دي عشان نفهم أكتر. بدل الفكرة التلقائية المدمرة زي أنا هفشل في العرض ده، ممكن بوعي نعيد صياغتها دي فرصة أتعلم منها بغض النظر عن النتيجة هتكون إيه. شوفوا النقلة دي، من تركيز على الفشل لتركيز على النمو والتعلم. ومثال تاني، بدل كل الناس هتقول عليا فاشل، ممكن نختار فكرة واقعية أكتر وتدينا قوة زي أنا مش هقدر أتحكم في رأي الناس، كل اللي أقدر أعمله إني أقدم أحسن حاجة عندي. التحول البسيط ده في طريقة التفكير ممكن يغير التجربة كلها. في النهاية كل التمارين والأفكار دي بتوصلنا لهدف واحد كبير وأسمى، إننا نتحرر من سجن أفكارنا. ده مش معناه إن الأفكار هتروح، لأ، معناه إنها مش هتقدر بعد كده تتحكم فينا أو تحدد إحساسنا. نانسي كولير لخصت الفكرة دي في جملة عبقرية بتقول: الهدف مش إنك تكون خالي من الأفكار، الهدف إنك تكون حر وسط الأفكار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نوصل لحالة نقدر فيها نشوف أفكارنا وهي جاية ورايحة زي السحاب في السما كده، من غير ما نتشد معاها أو نصدق كل كلمة بتقولها. حاجة مهمة لازم نفتكرها دايماً إن دي رحلة، والفكرة كلها في التقدم مش في الكمال. كل مرة بننجح فيها إننا نلاحظ أفكارنا من غير ما نحكم عليها أو نستخدم تمرين عشان نهدي نفسنا، ده في حد ذاته انتصار صغير. مهم نتعامل مع نفسنا بلطف ورحمة لأن ده جزء أساسي من الرحلة دي.
ونختم بسؤال مهم لكل واحد فينا يفكر فيه. إيه هي الخطوة الصغيرة اللي ممكن أي حد يبدأ بيها النهاردة عشان يغير علاقته بأفكاره؟ ممكن تكون مجرد دقيقة واحدة من التنفس الواعي، أو ملاحظة فكرة سلبية ومحاولة إعادة صياغتها. المهم هو البداية.